بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده يا جماعة حلقتنا النهارده اول حلقة قبل ما نحط ايدينا في اي حاجة، قبل ما تفتح اي حاجة، قبل ما تحط الفيشة بتاعتك في الكهرباء وتوصل المكنة وتشتغل، قبل ما تدوس تحط رجلك على دواس المكنة تحت وتدوس وتشتغل، قبل اي حاجة. رقم واحد عايزين نركز. توكل على الله. التوكل على الله يا جماعة ده يعني يعتبر ده رقم واحد قبل ما تعمل اي حاجة، قبل ما تروح تجيب بضاعة، قبل ما تشتري حاجة، قبل ما تعمل اي حاجة لازم قبل اي حاجة تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ يعني ايه التوكل على الله؟ التوكل على الله ده يا جماعة على فكرة في النية، بيكمن فين؟ في النية. والنية دي مكانها فين؟ يعني النية دي مثلا مكانها في البطن، في الرجل، في الدراع، في العقل. النية دي مكانها فين؟ محلها القلب. القلب يا جماعة العضو الوحيد اللي في الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك الانسان ممكن ما يعيش من غير اي حاجة. يعني ممكن اي حاجة ممكن يفقدها، ممكن يعيش من غير، ممكن يعيش من غير رجلين، ممكن يعيش من غير ايدين، ممكن يعيش من غير عينين، ممكن يعيش من غير شعر، ممكن يعيش من غير حاجات كتير جدا ممكن يستغنى عنها جسم الانسان، الا حاجة واحدة بس ما يقدرش يعيش من غيرها. عارفين هي ايه؟ القلب. القلب يا جماعة التوكل على الله مكانه النية، والنية دي مكانها القلب. التوكل على الله يا جماعة دي الكلمة دي مش بالسهولة اللي انتم متخيلها، زي ما تسمع الناس يقول لك توكلنا على الله. توكلنا على الله ماشي، انت توكلت على الله بايه؟ بلسانك، بعقلك، لكن لا، انا عايزك تتوكل على الله بقلبك. يعني ايه بقلبك؟ الموضوع يا جماعه مش بالسهوله اللي انتم متخيلين، هو مش صعب بس عميق شويه، تقيل شويه، مشواره طويل شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت دلوقتي انت رايح دلوقتي تعزي حد قريبك مات، حد صاحبك. تعرف انت رايح تعزي ليه؟ عشان خاطر، الا ما رحم ربي طبعا، عشان خاطر صاحب فلان، عشان انا رايح اعزي عشان الحاج فلان، انا هروح الدفنه، هروح ادفن عشان خاطر فلان، عشان خاطر فلان. ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك في النهايه في الاخر جاي لك ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. ليه؟ انت العمل ده ابتغيت به مين؟ وجهتك كانت فيه كانت مين؟ انت كنت رايح عشان مين؟ انت كنت شايل وعامل عشان مين؟ انت كنت بتخدم عشان مين؟ انت كنت بتروح تتصدق عشان مين؟ انت كنت بتروح تخدم فلان وتشيل فلان عشان مين؟ ربك سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي مطلع عليك، هو الوحيد اللي يقدر يعرف انت كانت ايه وجهتك بالظبط في الموقف. فعشان ما نخرجش ان الموضوع كبير وضخم وواسع، بس انا عايز الخص لكم الموضوع ده في الكورس ده، انك قبل ما زي ما قلت لك كده، قبل ما تعمل اي حاجه توكل على الله. قول يا رب، حتى قبل ما تشتري الدوره او ما تشتري الكورس او تشتري اي حاجه في الدنيا، توكل على الله الاول. خلي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدامك وفي عينيك دايما، هو وجهتك. انا رايح اشتري الكورس ده علشان اتعلم، ولما اتعلم اكسب فلوس، والفلوس دي اجيبها مش هتفشخر بها على الناس، ولا اتفشخر بها على زمايلي، ولا اذي بها فلان ولا لا، انا عشان اتجوز، علشان ابني بيت، علشان ابني شقه، علشان كذا. ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك، لان بيوفق اتنين، هو بيوفق جميع الناس بس بيوفق اتنين اكتر، اللي هو طالب العلم وطالب الزواج. ربنا بيوفقهم وييسر لهم الامور بشكل ما تتخيلوا. تمام؟ فانا عايزك بس يكون وجهتك هو ربنا سبحانه وتعالى، ما يكونش وجهتك حد تاني، ما يكونش غايتك حد تاني. تمام كده؟ فانت توكل على الله وابدا خلي نيتك ربنا سبحانه وتعالى. طيب موضوع التوكل على الله ده يبقى ازاي؟ يعني اتوكل على الله ازاي وانا برضو جوايا جوه القلب برضه يا جماعه انا رايح عشان فلان، انا بعمل الحاجه دي عشان علان؟ لا، توكل على الله ده محتاج انك تعمل بس يعني سكون كده مع نفسك، وتقف كده شويه كده اهو، وتثبت تقول انا خلاص بقى هفضي قلبي بقى واخلي الوجه ربنا. ساعه ما تخلي الوجه ربنا، ولا كلام الناس هيفرق معاك، ولا اي حد هيفرق معاك، ولا هيهمك اي حد. مش معنى انك تبلطج على الناس او كده، لا، انا قصدي ان انت مش هيبقى في دماغك حد الا ربنا. وطالما انت عرفت ربنا يبقى انت عرفت كل حاجه، لان اللي هيحركك ضميرك. الضمير يا جماعه، الضمير الكلمه دي كبيره قوي وعميقه قوي. الضمير هو اللي مضيع معظم الناس لحد دلوقتي، هو اللي مضيع الناس. حتى لما بنيجي نشتغل يا جماعه ما بيبقاش فيه ضمير، لما بنيجي نشتري بضاعه لحد ما بيبقاش فيه ضمير، ما بنعملش ضميرنا يا جماعه. الضمير بتاعنا ميت، الا ما رحم ربي طبعا. طبعا يا جماعه التعميم في اي شيء غلط، يعني لا كل الناس وحشه ولا كل الناس حلوه، بس انا بتكلم على الضمير. الضمير دلوقتي هو المحرك، هو اللي فعلا لو انت انسان عندك ضمير، يعني الضمير ما فيش ضمير حلو وضمير وحش، لا،
هو الضمير طالما صاحي خلاص يبقى شغال، لكن الضمير لما شبهوه قال لك ضمير ميت. يعني هو الضمير الاصلي فيه حلو، الاخر لما بيجي يسال يقول لك انت عندك ضمير، عندك ضمير. الضمير ده بقى محله القلب برضه، الحاجه اللي هي الانسان الى الان مش قادر يصنعها، الحاجه الى الان الانسان مش قادر يسيطر عليها. محدش يا جماعه يقدر يخلي حد يحبه غصب عنه، وممكن يخاف منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لك لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فربنا سبحانه وتعالى خلاك عاجز عن الموضوع ده، ما تقدرش تعمل حاجه زي دي، ما تقدرش تخلي حد غصب عنه، مستحيل. ما تقدرش تخلي جماعه يحبوا جماعه غصب عنهم، لا. فانا عايزك عشان ما نتشعرش لان الموضوع كبير، عايزك يبقى خلي القائد بتاعك دايما هو ضميرك اللي موديك لربنا سبحانه وتعالى. ضميرك ما يغيبش ابدا، ضميرك ما ينامش، ضميرك ما يموتش. لما تيجي تشتري بضاعه خلي عندك ضمير، لما تيجي تشتغل خلي عندك ضمير. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يمحيش البركه من شغلك، ما يمحيش البركه من عملك وتقعد تقول يا ربي هو انا عملت ايه. لا، انت عارف انت عملت ايه، انت عارف، بس شيطانك ونفسك من السياق، شيطانك اقوى منك. انت دايما ما تخليش حد يراقبك الا واحد بس، هو ضميرك. سوره البقره لما بدات بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تاني ايه يا جماعه؟ الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب ويقيمون الصلاه. الموضوع يعني ايمانك بالغيب، يعني ايمانك بالغيب يعني ايه؟ مش الجنه والنار والحياه والموت وحياه البرزخ، لا مش ده بس، لا في حاجات تانية اكتر من كده، حاجات في حياتك. انك تؤمن فعلا ان ربنا طالع عليك وكشف، ان ربنا شايفك في كل حركاتك وسكناتك، شايفك في كل حاجه. فانت فعلا لو عملت ضميرك تاني هتوصل لمرحله كويسه جدا، ومش هتخاف على نفسك في اي حاجه من دي. ليه؟ لانك هتبقى متاكد ان معاك ربنا سبحانه وتعالى. فانا مش عايزك تشيل هم الموضوع ده، كل اللي تشيل همه هو ربنا. هل اللي انا بعمله ده ربنا راضي عنه ولا لا؟ خد في بالك من النعم اللي ربنا اسبغها عليك برضه، نعم الله علينا يعني ظاهره وباطنه. من افضل النعم بعد نعمه الاسلام نعمه